السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيت نطلع لكم بوصفه سباغيتي بزاف سهل وبزاف بنينه. ركزوا لي على البن، هذه الوصفه صدقوني من اروع ما يكون. انا كندير سباغيتي بهذه الطريقه، اولادي ما شاء الله ياكلوا ويزيدوا. المهم تبعوني للاخر نتعرفوا على الوصفه. اليوم ما حطيتش مقادير، راح نبدا مباشره بالمقادير بالطريقه التحضير عفوا. بسم الله على بركة الله. قبل ما نبدا معكم حبيتكم كامل تصلوا على النبي الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم ما فاتتكمش يعني لقطات بزاف. لهنا في مقلاة كنت حطيت شويه نتاع الزيت، تقريبا 2 مغارف. حطيت حبه بصل صغيره كنت مقطعتها يعني في الرقيق، وتقريبا 2 حبات 3 حبات سنينه تاع الثوم كنت كذلك رحيتهم وحطيتهم يذبالوا شويه. بعد ذلك حطيت كميه من الفيونداشي. لهنا اللحم يعني كميه قليله، تقريبا من 100 150 غرام فقط، يعني ماشي كميه كبيره. راح نضيف عليهم تقريبا ربع ملعقه صغيره تاع فلفل اسود وملعقه صغيره نتاع كزبر. لهنا توابل كما قلت لكم ما كاينش بزاف، تقدروا تضيفوا كذلك ملعقه صغيره تاع بابريكا، انا كانت يعني خلصت لي. كما قلت لكم هذه الطبق تاع اليوم ما فيش كامل يعني مقادير بزاف، يعني لازم تشوفوا وتوجدوا واش كاين في البيت تقدروا تحضروهم. بالنسبه للفيونداشي تقدروا تعوضوه بالتونه او تعوضوه كذلك بالبولي اشي، راح يجيكم كذلك بزاف بنين. لهنا راح نضيف مغرفه كبيره نتاع معجون طماطم. هي ثانيه راح نقليها شويه. فيما بعد راح نضيف 2 حبات كبار نتاع طماطيش يعني عادي. كنت يعني قشرتهم ورحيتهم. بالاحسن يعني تقشروهم باش الصوص هذه تاع ولا الجي هذا عصير طماطم ما يجيش فيه القشور، يعني من الاحسن يعني تقشروهم ونضيفوهم مباشره. كما قلت لكم اذا حبيتوا الصلصه تاعكم تجيكم بزاف بزاف حمراء، ضيفوا مغرفه صغيره نتاع بابريكا يعني فلفل احمر حلو. لهنا راح نضيف يعني كانت عندي حبه تاع جامبو مرق غنمي، يعني مرق تاع اللحم. ذوبتها في نص كاس تاع الماء يكون سخون، يعني سخون مليح باش نضيفها مباشره على الصلصه. زدت كذلك رشه نتاع السكر، كما نعرفوا الصلصه دي تاع لي بات هذه تجي شويه قارصه، ضفنا رشه خفيفه نتاع السكر. وتقدر اللي ما يحبوش يضيفوا السكر تستبدلوه بحبه تاع زروديه تكونوا رحيتوها في الاول وحمستوها مع البصله، هي كذلك راح تجي صلصه بزاف بزاف بنينه، يعني الجزر راح يعوض السكر. في الاخير راح نضيف رشه خفيفه نتاع زعتره اللي هي كذلك مناسبه جدا مع هذه الصلصه. لهنا راح نقص النار ونخلي هذيك لاصوص تاعنا تطيب على نار هاديه، يعني غير قسمه الجمر، يعني ما نزيدولهاش نار باش ما تنصفش معنا. من جهه اخرى راح نغلي هذيك سباغيتي، حطيت كميه نتاع الماء مع مغرفه صغيره معمره مليح نتاع الملح. بعد ما غلات لي ضفت كميه نتاع سباغيتي اللي نحتاجوها. نخليهم يغليو حوالي غير 5 دقائق، قسم يتجمروا لنا عفوا قسم يطيبوا لنا، يعني ما نخليهمش يطيبوا لنا لفتره طويله باش ما يتعجنوش معنا. لهنا بعد ما طابوا لي هذيك الباط ما ديتش معايا كامل الوقت، تقريبا غير 5 دقائق. ضفت مغرفه صغيره مغرفه كبيره عفوا تاع الزبده في الصلصه هذيك. وراح نضيف لي بات ولا نضيف هذه السباغيتي مباشره. كما تقدروا كذلك تستبدلوها بالمعكرونه اي شكل، يعني اي نوع انتم تحبوه ويحبوه العائله تاعكم. لهنا راح نخلي الصلصه ولا السباغيتي اللي هنا يتجمرنا في هذه لاصوص هذه على نار هادئه دائما. لهنا راح نضيف كذلك المغرف نتاع الماء هذاك اللي طاب فيه سباغيتي، يعني هو اكيد مغرف الماء هذاك عفوا يكون مالح. كما شفتوني في الاول ما ضفتش كامل الملح لاني ضفت حبه تاع جامبو، وضفت كذلك شويه من الماء هذاك اللي طاب فيه السباغيتي. لهنا راح نخليه يتجمر وما يديش معكم ثاني الوقت، تقريبا 2 دقائق 3 دقائق ويكون معكم واجد. يعني اسهل من هكذا ما كانش، يعني توجدوا في اخر لحظه، يعني في 4 ساعات توجدوا السباغيتي هذا ولا المعكرونه كوجبه عشاء ولا الغداء للولاد تاعكم ولعائلتكم. وفي الاخير لهنا راح نقدمه مع رشه خفيفه ولا كميه لاباس بها نتاع جبن البارمجان اللي بزاف بزاف مميز مع لي بات. صدقوني هذا الجبن يجي عنده واحد النكهه مميزه، يجي حامض يجي مالح شويه، من بعد ما يذوب مع لي بات كيكونوا سخونين يجي يتعلك ويعطيكم واحد الذوق اكثر من رائع. لهنا من المفروض نزينها بشويه ولا ورقه تاع معدنوس، كان ما عنديش هيا زينتها بورقه تاع نعناع
وفريتها. المهم قلت هكذا باش يعجب المشاهدين تاوعي. المهم ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع اليوم اللي اسهل، سهله بزاف بزاف، وراح تفرحوا بها ولادكم. جربوها صدقوني راح تفرحوا بها لولادكم. ركزوا لي على الاولاد لانهم راهم يتعبوا بزاف في الماكله تاعهم، وكما نعرفوا الاولاد يحبوا لي بات. جربوا بهذه الطريقه وراح تدعيوا لي اكيد. نقول لكم خليكم في امان الله ورعايته. تهلاو في رواحكم، ما تنسوش تحطوا لي جيم وبارطاج لي الفيديو، ونقول لكم بقوا على خير ومع السلامه.